السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقبل التليفون. إن شاء الله تلقاكم الفيديو ديالي هذا بأتم الصحة والعافية والتيسير والأمن والأمان والطمأنينة اللي محتاجينها حنا كلنا في هذا الوقت. فعلا محتاجين الأمن والأمان والطمأنينة، لأن الوضع لا يحسد عليه. ونجي موضوع اليوم هو موضوع سميرة مربوحة تيفي، والمحكمة حكمت لها 35 مليون تنظن. المهم 30 مليون الفوق، يعني 35 مليون كنفقة ديالها الوقت اللي قضاته بعيدة على رجلها، يعني داك الوقت قبل ما تطلق، يعني نفرض قبل ما تطلق، وعاد جايه نفقه الاطفال. هنا انا بغيت نشكر القضاة، ونشكر القضاء، ونشكر المدونه، ونشكر كاع الناس اللي خدموا بجهد وباجتهاد للحفاظ على كيان المرأة وعلى كرامة المرأة وعلى كرامة الطفل والأطفال وعلى كرامة الأمومة، على المرأة كمرأة. حيت كاين المرأة اللي تتطلق وهي ما عندها حتى طفل حتى حاجة، وكاين المرأة اللي عندها الوليدات. لهذا قلت على كرامات الأمومة، ونكررها. واش غادي نقول لكم؟ الحمد لله المغرب في تقدم، وباش يزيد يتقدم حنا اللي خصنا، حنا المغاربة، نساء ورجالا وشبابا وحتى الأطفال اللي ولات يفهموا. خص كلنا نعرفوا باللي إلا بلادنا بغيناها تقدم حنا اللي خصنا نقدموها. ما نقولوش فلان مسؤول ولا فرتلان مسؤول، ولا كي تتبدا انت من عندك، من اتجاه ديالك، من بيتك وتتبدا كمسؤول وكواحد عندك ضمير، راك تتوصل، راك غادي تكون تتساعد الدوله ديالك انها تولي من الدول المتقدمه. وما غاديش نقول المخسور وها هي المحكمه ويا دابا موت بالسم بحال شي منتقدين. ايوا وهاك داك تخربيق، ماشي انتقاد، هذاك حقد، هذاك معيار، هذاك شيء لا يشرف. حتى الراجل عنده حقوقه وعنده واجباته، ومن ضمن الواجبات هو اعطاء النفقه للزوجه ديالو احب ام كره. نكملوا في الفيديو القادم. وبحال اللي قلت لكم اننا حنا الانتقاد بحال شي وحدين دابا تيجيو تيبقاو ينتقدوا كانهم هذاك يونس مربوحه تيفي اللي هو الزوج ديال سميرة مربوحه تيفي، تنتقدوه بواحد الطريقه كانهم بينهم حسابات. الراجل قضيه اسريه، الا غادي بغينا نبينوا حق شي مرأة، ماشي بالضروره اننا نعايروا الراجل او نبينوا اننا حنا في حقد معين ضد ذاك الراجل، لان في النهايه حنا شايفين سطحيات، شايفين شنو وقع بين المراه والراجل. ما يمكنش يكون هذا الراجل كل شيء فيه خايب وكل شيء في سميرة زوين. لا، حنا دافعنا على سميرة كزوجة، كامرأة، كأم، كيوتيوبر، بينات حقائق معينة، وما بيناتش ان في كذوب او في شي تخلويض او في كل حاجه تتعطيها بصدق. والزوج ديالها كما غنقولوا حنا بغينا غير يتبع المسطره كما هي بدون تحايلات على القانون. هذا ما تيعنيش انه الا تحايل على القانون هكا ولا هكا انا انسان خايب او انسان هو عنده واحد التفكير معين. يمكن الله اعلم، ما تنعطيش الاعذار لشي حد، ولكن يمكن انه تيدير هاد الطريقه انه باش يحاول يسترجع ديك المراه، انه يحاول يخليها تزيد تفكر. يمكن
الناس عرفتي بحال الانسان كاين اللي بودينا بحال اللي تنقولوا لا دير لا فعل لا صافي خدات ولادها خدات هذا بهدلاتك درت لك انت دير لها وفعل لها. يمكن كاين اللي ما تيديهاش من الاول بغيتي تطلقي هي لا هذا الحلال والشرع اللي عطاك الله وعطاني الله ما اتفقناش ها مصاريفك ها المحكمه ها الوليدات. واحد ما تيطلقش وليداتو للأسف. أنا عتابي على الأخ يونس، الأخ يونس ما عرف واش غلط السمية ولا لا الله أعلم. الأخ يونس زوج الأخت سميرة، عتابي عليه أنه حاول يتهرب من النفقات ديال الوليدات ديالو. وخويا يونس راكي تنطلقوا المرأة ما تنطلقوش الوليدات، بالعكس هادوك هما العزوة ديالك وكل ما كبروا راه محسوبين ليك ومحسوبين عليك وهما دراعك اليمين. لهذا حافظ على وليداتك أخي.